صباح الخير. النهاردة أول يوم في الأجازة نصف العام اللي هي تقريبا أصلا أسبوع. الساعة دلوقتي 5:15. هروح أصلي الفجر دلوقتي ونيجي نكمل عشان عندنا شغل كتير أوي. بس عايزين نلبس بس عشان الدنيا تلج برا جدا. تعال نمشي. الجو تلج بطريقة فظيعة. هي الأرياف طول عمرها كده. بص بقى، اللي عارف انت اللي هو القرآن أو اللي انت بتسمعه ده. قبل كده جيت أصور في الشارع والقرآن ده كان شغال. جالي حقوق على الفيديو لما نشرته على يوتيوب. لقيت ان في حقوق جات على الفيديو لما نشرته. فما بحبش اصور عشان ممكن يجيلي حقوق من القرآن ده. بس ان شاء الله يعني ما يجيليش حقوق. استغفر الله العظيم. حقيقي والله. لو انت مش بتروح تصلي الفجر في الجامع فانت فايتك كتير جدا. والله انا كنت صاحي ومش على بعضي اصلا. ما نمتش اصلا الا حوالي 4 ساعات ولا 5. المفروض انام 7، ومع ان في الاجازه المفروض اصحى بدري يعني واصحى براحتي. بس صحيت بقى وجا في دماغي اصور فيديو ده، وان شاء الله هيتنشر على القناه بتاعت الفلوجز، مش هيتنشر على القناه الاساسيه ان شاء الله. القناه ديت هينزل عليها في كل الفلوجات وكل اي حاجه بشاركها في حياتي هتنزل عليها ان شاء الله. اه لو انت ما بتصليش في الجامع فاحب اقول لك ان انت فايتك كتير. انت لما تروح تصلي الجامع هتحس ان انت في عالم تاني خالص بعد ما تيجي. والله نسمة الهواء بقى اللي انت بتشمها ديت بعد ما تطلع من البيت وبعد كده تروح تصلي الجامع، فتصلي وتيجي تدخل البيت بتحس ان انت اصلا نمت 8 ساعات. وانت اصلا صاحي مش فايق ومش عارف تعمل حاجة. لكن انا جاي دلوقتي حاسس ان انا صحيت وانا نايم 8 ساعات، مع اني نايم 3 ساعات ولا 4. آه فواظب جدا على صلاة الفجر خصوصا في الجامع. هو انا بزعل جدا يعني لما مبروحش اصلي هناك، بس اوقات بكسل وده طبيعي يعني. بس الواحد بيحاول يعني. جميل. المفروض ان انا بقى فين الليستة اللي كنت هي دي قاعد في لستة كده كنت كاتبها امبارح اهي. عندي المفروض اللي انا خلينا بس الاول بدل ما نتكلم في الحاجات اللي نعمل النهارده، خلينا نتكلم كده عن موقف بتاع الايه، بتاع التطوع اللي انا كنت قايل لكم عليه، اللي هو كان مقدم 15,000 واحد وبتاع. عشان حصل معايا موقف أول مرة يحصل في حياتي وعمره ما حصل، ويمكن ربنا عمل فيا كده عشان يعلمني درس. وأول حاجة التطوع دوت المفروض كان اللي مقدم عليه 15,000 واحد. جميل. المهم ال15,000 دول بيملوا استمارة، وبعد ما تتملي المفروض إن هما بيختاروا منهم مثلا 2000 من 15,000. كل سنة بيزيدوا على فكرة. السنة اللي فاتت كان 7.5، دلوقتي السنة دي كانت 15,000، واختاروا منهم 2000. جميل. ال2000 دول المفروض إن هما ليهم أيام التطوع في المعادي. كانوا الأول بيقولوا في الزمالك، في المعادي. المهم قالوا إن هما اليومي لقيت إن اسمي موجود وزي الفل، وفرحت جدا يعني إن هم اختاروني من وسط 15,000 واحد، والحمد لله يعني أول مرة تحصل معايا. المهم إجا يوم 9/1
اللي هو 9/1، ان انا المفروض ان انا انزل القاهرة يوم 9/1. فالمهم ايه، نزلت يوم 8/1 القاهرة، وقعدت عند خالتي بالظبط. وصلت، مشيت من الساعة 1 ووصلت هناك الساعة 6 كده. ولفيت لف كتير أوي يعني. لما نزلت موقف السلام كانت الدنيا زحمة، والموقف انتهى، فكان الدنيا حوار يعني. قعدت بالظبط، هو اللي يا دوبك بيت هناك، وصحيت الصبح بدري عشان احاول احضر وهقول ايه في الانترفيو. لان انا اصلا اول مره في حياتي ادخل انترفيو في الحقيقه. هو انا دخلت قبل كده، بس كان على زوم. اما ان انا اشوف ناس وادخل واقعد، دي كانت اول مره في حياتي تحصل معايا. وبص انا يعني انا قاطع مشوار بعيد. يعني انا جاي من الشرقيه ورايح من القاهره، وعندي امتحان يوم 10، ولازم انا رايح عشان اتقبل. يعني انا رايح كده كده هتقبل، ومتاكد جدا هتقبل، لان انا مش بعد ده كله واقطع المسافات واقطع الوقت ده كله والمجهود ده كله وفي الاخر ما اتقبلش. انا رايح عشان اتقبل، وانا ماشي بالمبدأ ده. رايح وانا عارف ان انا هكون احسن واحد هناك، لان انا في سن ده محدش عمل اللي انا عملته. والكلام ده مش كلامي، الكلام ده الناس اللي في الانترفيو هم قالوا لي عليه. قالوا لي انت اللي في سنك ده محدش عمل اللي انت عملته. قلت لهم حاجات محدش عملها في سني ولا اللي في كلية. كان في ناس معايا في معهد وفي كليات اصلا بيسمعوا عن حاجات انا بتكلم فيها، وهم بيستغربوا وبيبصوا لي كده ووقفوا معايا بعد ما خلصت، وقالوا لي انت ازاي كده وانت عملت. فانا كنت بص، انا كنت رايح و... ومتأكد تماما هتقبل، لان اللي عملته محدش عمله، وفي سن ده خصوصا يعني. المهم ايه، طلعت من الانترفيو في المعادي. فالمفروض ان انا عندي امتحان الصبح بدري في الشرقية. خدت بس ركبت المترو، ركبت مواصلة لحد المعادي، لحد المترو. ركبت من المترو، لقيت في قطر طالع الساعة 9:15 أعتقد، أو 6:06 وربع أعتقد. طالع من محطة رمسيس. فالمهم ايه، قلت خلاص يا دوبك نلحق. فروحت هناك وركبت، وجيت وصلت هنا على الساعة 10 كده بالظبط، 10. بس كان يوم مرمطة صراحة يعني. الواحد مرمط طلع عيني اللي خلفه. وبعد كده ايه، قلت اللي يجيبه ربنا بقى خير. بعد كده رحت قعدت 3 أيام. المهم إيه، خليني بس أقول لك حاجة حصلت معايا. اللي ماسك التطوع ده واحد اسمه دكتور مصطفى، تمام. فالمهم إيه، قبل ما أدخل أروح الانترفيو، طبعا هما كانوا بينزلوا لستة كده. الليستة دي فيها ناس، والناس ديت كل حد ليه يوم. يعني مثلا في 1000، في 500 أو 600 واحد هيروح يوم واحد، يوم مثلا 9/1. في 500 واحد هيروح يوم مثلا 10/1. الناس هتروح 11 كده يعني. فالمهم أنا كان يومي 9/1. فالمهم كده، فببص على الجروب، فلقيت في ناس عاملة إيه جروب جديد في وسط الجروب اللي أنا كنت داخل فيه على الفيسبوك. فعملوا إيه جروب على الواتس كده، اللي هي الناس اللي رايحة إيه يوم 9/1. المهم دخلت الانترفيو ده ولقيت دخلت وسألت هل الجروب ده الناس اللي راحت يوم 9/1. فالمهم قالوا معظمهم كلهم رايحين 9/1، يعني يوم 9/1. طبعا معظم الجروب كان كلهم بنات يعني. والمفروض ان هما يعني مثلا في ناس اللي جايه من المرج، والناس اللي جايه من السلام، والناس اللي جايه مش عارف منين، من معظمهم من محافظة القاهرة. يعني بيلموا بعضيهم في محطة مترو مثلا معينة، زي محطة مترو المعادي كده. يلموا بعضيهم ويجوا مع بعض يتعرفوا على بعض. هم أصلا ناس من كل حتة، فبيتعرفوا على بعض ويجوا يلموا بعضيهم فين، في محطة مترو المعادي، وبيجوا يروحوا الانترفيو. الموضوع أول مرة يعني. فهم كان الحاجة بسيطة. أنا لما دخلت الانترفيو ما لقيتش حد أصلا، ما لقيتش شاب معايا يروح. وخصوصا حتى لو لقيت، فانا مش هعرف اروح معاهم. ليه؟ اولا انا اصلا يعني مش عارف ظروفي ايه. انا جاي من محافظة تانية ومش عارف ظروفي ايه. ممكن ما اتاخر عليه او كده. فقلت ايه، سيبك من الحوار ده. لكن الحوار كان جميل يعني، ان انت تلاقي حد تمشي معاه وتلموا بعضيكوا حوالي 5 6 يجوا مع بعض ويتعرفوا على بعض ويروحوا المركز. الموضوع كان جامد يعني. بس طبعا ما لقيتش. دخلت جروب لقيت كلهم حوالي 60 واحدة هناك. وبسأل هل في حد من الشباب هنا. قالوا لي لا، كلهم بنات. اللهم صل على النبي. فبعد كده لقيت ايه، في ناس بدأت تدخل بعد كده يعني.
المهم الجروب ده كان فيه حوالي 61 واحد كده، تمام. يوم 9/1. المهم ايه، قعدت بعد ما جيت بقى، جيت هنا، قعدت خدت الامتحانات بقى في وسط الامتحانات والسنة ديت، فايه يجي يوم التلات بالليل كنت قاعد نفس القعدة دي بالظبط. وانا قاعد نفس القعدة دي لقيت فيه رسالة اتبعتت. جميل. فالرسالة ديت كان مكتوب في أولها بس معرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا أول ما شفت الرسالة فرحت فرح شديد. والمهم طلعت ايه وفرحت، واول ما امي شافتني قالت لي انت اتقبلت، قالت لي كده وش. قلت لها اه اتقبلت. وبعد كده ايه، المهم جاب وانا قاعد نفس القعده دي قبل ما اطلع لامي يا دوبك بس لمحت كلمه معرض القاهره الدولي للكتاب، ولقيت مثلا هو التطوع طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب، بس التطوع ده ايه؟ التطوع ده بيكون ان انت لجنه توثيق اعلامي، يعني مثلا ان انت شغال على كمبيوتر وحابب انت تتطوع بخبرتك ديت هناك. نفس النظام هو ده التطوع. فالمهم كنت رايح والرسالة اتبعتت لي. وبعد ما اتبعتت لي كان في رسالة طويلة بس كان مكتوب أولها معرض الكتاب. أنا بس شفت معرض الكتاب ورحت إيه من شدة الفرحة بقى. كنت أنا داخل الجروب اللي بقول لكم عليه يوم 9/1 دوت، فدخلته. فطبعا كل حاجة كنا بننشرها، أي حاجة كنا بننشرها. بس من ضمن اللي ايه، انا دخلت على الجروب وقلت لهم ده بداوا يتصلوا على الناس. كان كل شويه بيسالوا الجروب هل هم بداوا يتصلوا على الناس، هل هم بداوا يتصلوا. فالموضوع كان صح، فمفيش حد في الجروب اللي كنت انا موجود فيه ده مش كان حد اتقبل خالص. انا اللي كنت اتقبلت وبعتوا لي رساله. فالمهم دخلت عشان اطمنهم، اقول لهم ايه، اقول لهم ده بداوا يتصلوا على الناس وهيتواصلوا معاك واتساب. على اساس ايه؟ على اساس ان هم اتواصلوا معايا. قالوا لا ايه ده هم اتواصلوا معاك؟ قلت لهم اه ده اتواصلوا معايا واتقبلت وكده. فقالوا لي مبروك الله يبارك فيك. طيب، من حظي الاسود ان الجروب ده كان دكتور مصطفى موجود فيه. يعني 9/1 اصلا ده جروب عادي كنا عاملينه كده بسيط يعني. ايه اللي يخلي دكتور مصطفى يكون موجود فيه؟ لقيت دكتور مصطفى موجود فيه. دكتور مصطفى شاف الرسالة بتاعتي، راح مش عيني، قال لي لا انت مش هتتقبل. انا اتقبلت في الانترفيو وبعتوا لي رسالة ودخلوني الجروب بتاعهم ورفضوني. ليه؟ قال لي انت نشرت. رجعت ابص على الرسالة تاني اللي اتبعتت لي، فبقرا الرسالة كان في تعليمات كده فمن ضمن التعليمات كانت ايه، ما تنشرش رسالة. انا ما نشرتش رسالة، انا نشرت متابعتي. يعني انا نشرت ان انا اتقبلت فيها. ايه لو انا نشرت اتقبلت؟ يعني مثلا لو جبت مثلا مجموعة في ثانوية عامة حل ومجموعتك كان كويس، اكيد هنشر النتيجة بتاعتي، وحتى كده كده الناس كلها هتعرف نفس النظام. لا ازاي؟ زعل ومش عارف ايه وراح شايلني من الجروب وقال لي انت مش احاول ابعت له ايميل، ابعت له واتساب ولا راضي يرد عليا ولا راضي يبص حتى على الرسائل. ساعتها زعلت بقى واتنكدت وتنيتي حوالي 3 4 ايام متنكد وافكر كل ما افتكر ازعل على فكره، لان انا يعني بعد ده كله وبعد المرمطه اللي انا شفتها ديت في الاخر ما تقبلش على حاجه بسيطه عشان نشرت بس. فكان الموضوع صعب بالنسبه لي يعني، بس الحمد لله على كل شيء. وساعتها بقى الناس اللي كلهم في الجروب دخلوا كلموني برايفت وقالوا لي ما تزعلش، احنا مقدرينك وانت عملت حاجات كتيرة ويعني وفخورين بيك. كلام يعني حلو اه، بس انا كنت زعلان جدا يعني، بس الحمد لله على كل شيء يعني. انا رغيت كتير قوي، رغيت 12 دقيقة. ايه الرغي ده كله؟ خلينا في اللي فيه، خلينا في اللي احنا فيه. دلوقتي عندي كذا حاجة عايز أعملها كده. عايز أبص كده على كام درس إنجليزي كده عشان أكمله. وعندي المفروض إن أنا عندي مقالة عايزة تتكتب، وعايز أدخل كده على كام موقع كده عشان إيه، في حوارات كده عايز أعملها. فخلينا نبدأ بس. وبعدين عايز أحضر فيديو عايز أصوره، بس المشكلة إن الأوضة كركبة، الأوضة متكركبة كركبة مهولة. العجلة الجشمة بتاعتها بايظة. الجشمة كنت ماشي بالليل الساعة 10 11 بالليل كده. فالمهم قلت أجرب ال7 تروس اللي ورا. مش جربت العجلة بقالها كتير، فقلت ايه أجربها يمكن تمشي. جربت ال6 تروس، على السابع راح الجشمة راحت مكسورة، كسرت بقى. دنيت واقف وطريت وجيت ماشي. دنيت نص ساعة لحد ما وصلت من اللي كنت ماشي بعيد. ولحد دلوقتي مرمية والله وكلها تراب اهي.
وعايزة مشوار لوحديها عشان تجيب الجشمة بتاعتها. لو حد يعرف من الناس اللي بتشوفنا ديت جشمة شمانو تورني، يا ريت يكلمني او يبعت لي رسالة يقول لي ده في واحد كذا. لو حد يعرف يعني في المنطقة مثلا على مستوى محافظة الشرقية مثلا، ممكن ان احنا نجيب منه الجشمة دي، لان الجشمة دي مش بتبقى موجودة عند اي حد. يعني هي اسمها جشمة شيمانو تورني، العجلة اسمها ار ال 420 ار. ماشي. بس خلينا نبدأ، بس عشان احنا مش هنطول الفيديو دوت عشان نرفعه، لان النت عندنا بايظ اصلا.